انا يا حبايب قلبي، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجه تكون ماشيه معاكم كويس. الفيديو ده هنحل مع بعض اول 5 تقييمات. تمام. اسبوعيه الوزاره نزلتها. تمام. طيب ال5 تقييمات دولت انا حليت اول تقييم على اليوتيوب من شهر كده. تمام. هحله تاني في الفيديو ده. عايز تسكب التقييم الاول هو لحد سؤال رقم 14 في التشوز. عايز تسكب اوكي، مش عايز كده كده بتسمع الكلام تاني هيفيدك برضو. هنحل اول 5 تقييمات وهذا البي دي اف الجميل. لو انت حبيب قلبي من طلابنا هتلاقيه موجود على الجروبس بتاعتنا. آه طب لو انت اول مره تشوف هذا الفيديو الجميل فانت هتلاقيه على التشانل بتاعتنا على التليجرام او على الكوميونتي بتاعتنا على الواتساب. تمام. او تقدر في الديسكريبشن تاخد اللينك بتاع الفايل ده وتقدر تطبعه في اي حته. دول ال5 تقييمات بتوع الوزاره. اول 5 تقييمات انا مجمعهم لك في بي دي اف واحد كده عشان الموضوع يبقى سهل، بدل ما نقعد ننط من بي دي اف لبي دي اف والدنيا تتوه وبتاع. النظام حلو والدنيا تبقى منظمه وجميله. طيب، اول سؤال بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا بص يا ريس، واحده واحده كده. قشطه. بيقول لك ايه؟ ايه البروسيس اللي النبات بيحول فيها الكيميكال انرجي الى ثيرمال انرجي؟ طبعا الفوتوسينثيس. ايه الفوتوسينثيس بروسيس؟ طيب، سؤال رقم 2 بيقول لك اللاست تروفيك ليفل في الفود تشين، اخر مستوى غذائي في السلسله الغذائيه. طبعا الديكومبوزر طبعا. السؤال الثالث بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه دور الديكومبوزر؟ ايه دور الديكومبوزر في الايكو سيستم؟ طبعا الديكومبوزر هدفهم ان هم يعملوا ديكومبوزيشن، يحللوا الكائنات الميته وياخدوا الحاجات الكيميكالز يرجعوها التربه، يبقى ريسايكلينج كيميكال انرجي، يعيدوا تدوير الطاقه الكيميائيه للتربه من اول وجديد. طيب، السؤال اللي بعد كده قال لك النبات خد 1000 جول، خد 1000 جول اوف السولار انرجي، استخدم بس 2% في الفوتوسينثيس. خد بالك النسبة دي ثابتة. النبات استخدم بس 2% بس. من كام؟ من 1000. طب ال 2% من ال 1000 جول يساووا كام؟ فيهم كام؟ طيب، أول حاجة النبات، ركز كده ثانية واحدة معلش. النبات لو استخدم 2% من ال1000 يبقى خد 20 جول من الطاقة عمل بيهم الفوتوسينثيس بروسيس. يبقى قد ايه لوست؟ باقي ال1000 اللي هم كام؟ 980. طيب، بيقول لك how might the removal of trophic level اللي هم البريديتور affect الايكو سيستم. البريديتورز اللي هي الكائنات المفترسة، هي الكائنات المفترسة لو شلناها من الايكو سيستم وشلناها كمستوى غذائي في السلسلة الغذائية، ده هيعمل ايه؟ هيعمل حاجة اسمها ecological imbalance. بيقول لك الانرجي نايذر كرييتد نور ديسترويد، الطاقة لا تخلق ولا تهدم لكنها تتحول من شكل الى اخر. عايز اعرف other form can lost energy can be converted in food chain. عايز اعرف اشكال من الطاقة اللوست اللي بتقدر تتحول لاشكال مختلفة في الفود تشين. كاينيتيك ثيرمال كيميكال يبقى all of the above. يعني احنا في الفود تشين، ركز كده، احنا في الفود تشين الطاقة not created او neither created nor destroyed. يعني الطاقة ما بنقدرش نخلقها، ما بنقدرش نهدمها، لكن نقدر نحولها من صورة للتانية. عايز اعرف بقى other form can lost energy be converted. عايز اعرف ال 90% من الطاقة اللي بتفقد في اجسامنا دي بتفقد في صورة طاقات ايه؟ ممكن كاينتك بسبب ان احنا بنتحرك، ثيرمال عشان جسمنا يتدفى، كيميكال اللي هو الاكل اللي ما اتهضمش، يبقى كلهم. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك what challenges might organism face at end of food chain due to loss of energy. التحدي اللي الكائنات هتواجهه في نهاية السلسلة الغذائية، اللي هو المستوى الخامس بقى من الهرم. المستوى السادس، ما احنا قلنا فيه هرم غذائي، مستوى اول تاني تالت رابع خامس سادس سابع وهكذا. المستويات اللي هي في الاخر فوق خالص دي دايما دايما الكائنات دي هتعاني من ايه؟ التحدي اللي هم هيواجهوه. طبعا التحدي اللي هم هيواجهوه الليكو فود.
انخفاض نسبة الغذاء. ليه؟ كل واحد ركز كده معلش. انا دلوقتي نبات مثلا، او انا اي حاجة في الدنيا، انا يا عم اي حاجة في الدنيا، انا يا باشا طاقتي هنا مثلا يعني كانت 10,000. 10,000 صح؟ طيب لو النبات طاقته 10,000، انا عايز اعرف بقى اللي في المستوى الرابع ده، اللي هو ده، هياخد كام؟ ركز كده. والله اللي بعده هياخد 10%، يبقى هياخد 1000. واللي بعده هياخد 10%، يبقى هياخد 100. واللي بعده اللي انا بسأل عليه هياخد 10% من المية، يبقى هياخد كام؟ هياخد 10. طب اسأل سؤال، الفرق هنا كام؟ يا لهوي، بص ده طاقته 10، ده الطاقة اللي معاه 10، ده كانت طاقته 10,000. بص الفرق كام؟ اعمل ماينس بقى، اعمل 10,000 ماينس 10، هيطلع عندك رقم كبير جدا 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 جدا، هيطلع معاك 9,990. فرق 9,990 جول. دول لوست، دول فقدوا نتيجة التنقل من مستوى غذائي لمستوى غذائي. فاحنا دايما هنلاقي ان المشكلة الأساسية هي الليك اوف فود، انخفاض نسبة الغذاء. طيب السؤال اللي بعد كده، الأوبوزيت فيجر، الشكل قدام حضرتك عندي أعشاب، جراسز، رابت، أرنب، هوك، صقر. تمام. بيقول لك الطاقة اللي خدها الهوك 2000، سوري 200، يبقى اللي قبله 2000، واللي قبله 20,000. 20 كي. يلا شفت بقى 20 كي دي حتة كده شقاوة. طيب هو أنا سؤال معلش، ليه لما قال لي ان الهوك ب 200 ليه قلت ان ده 2000؟ ليه قلت ان ده 20,000؟ عشان حاجة مهمة جدا، وهي ايه؟ احنا عارفين ان كل واحد بياخد من اللي قبله 10%، فالهوك واخد 10% من الرابت، يبقى الرابت ال 100% بتوعه كام؟ طب الرابت خد من الاعشاب 10%، يبقى ال 100% بتوع الاعشاب كام؟ يبقى 20,000 جول كانوا في الكريسس. يا سلام. بيقول لك ايه مصدر الكربون في الفوتوسينثيس بروسيس؟ الكربون دايوكسيد طبعا. بيقول لك ايه الكومباوند، السورس اوف كربون ان الفوتوسينثيس؟ كربون دايوكسيد. ما هو النبات بياخد كربون دايوكسيد، بياخد لايت ووتر عشان يعمل فوتوسينثيس بروسيس. بيقول لك which of the following is directly involved in cell respiration؟ ايه الحاجه، ايه الحاجه اللي بيحصل فيها السيلر ريسبيريشن؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا. سؤال رقم 11 بيقول لك what is the primary purpose of energy pyramid؟ ايه الهدف الرئيسي من الانرجي بيراميد؟ هل نحسب البايو ماس اوف الايكو سيستم؟ لا، لا طبعا مش ان احنا نحسب الماس داخل الايكو سيستم. طب هل تو ديسبلاي، عشان نوضح الديستريبيوشن اوف انرجي بتوين التروفيك ليفل؟ طبعا طبعا طبعا، عشان نوضح انتشار وتوزيع الطاقة ما بين المستويات المختلفة الغذائية في الهرم الغذائي. يبقى بي. طب بص سي، خد بالك انا في ناس بيبقى عندها مشكلة في الترجمة بتاعت السؤال، فمعلش كده. سؤال ايه ليه غلط؟ بيقول لك تو ميجر بايو ماس، عشان نحسب الكتلة، كتلة الكائنات في الايكو سيستم. هو اصلا اسمه ايه؟ اسمه انرجي بيراميد. هنحسب ماس ولا نحسب انرجي؟ هنحسب انرجي. طيب بي هل ديسبلاي، كلمة ديسبلاي يعني نشرح، نوضح الديستريبيوشن، انتشار الطاقة ما بين المستويات الغذائية المختلفة؟ طبعا. طب سي بص، determines the number of individual in each trophic level، عشان نحدد عدد الكائنات في كل مستوى غذائي. لا، اسمه انرجي بيراميد، يبقى هحدد الطاقة مش العدد، هشوف طاقة كل كائن مش عدد الكائنات. studying الانتر ريليشن شيبس بتوين سبيشيز؟ لا، لا مش هشوف ومش هدرس التداخل ما بين الفصائل والكائنات. اسمه انرجي بيراميد، يبقى هو شغله وظيفته انرجي. قشطه الكلام، قشطه الكلام. طيب سؤال رقم 12 بيقول لك the amount of available energy decrease، كميه الطاقه المتاحه قلت as it move from one trophic level to higher one because ايه بقى؟ عشان في انرجي لوست، في طاقة بتفقد في صورة هيت وكاينتيك وحاجات كتيرة during الميتابوليزم. خد بالك كلمة ميتابوليزم هي بتتقسم لنوعين،
حاجة اسمها انابوليزم وحاجة اسمها كاتابوليزم. هتاخدوها ان شاء الله باذن الله لو لينا عمر كده والدنيا ما اتغيرتش تاني، هتاخدوها في البيولوجي في ثالثه ثانوي. الانابوليزم والكاتابوليزم العمليتين دول مع بعض كده اسمهم ميتابوليزم. كاتابوليزم هي عمليه تكسير الطعام، انابوليزم عمليه بناء الاجزاء اللي اتكسرت من الطعام للحصول على الطاقه. حلو الكلام. طيب فطبعا دي كده معلومه اضافيه يعني. الطاقه بتقل لما اتحرك من تروفيك ليفل لتروفيك ليفل تاني عشان في طاقه بتفقد. طيب يا سلام، بص بيقول لك which compound is used as by product of photosynthesis. ايه الكومباوند اللي بيطلع من الفوتوسينثيس بروسيس؟ طبعا السؤال ده لو كان خد بالك اللي بيطلع من الفوتوسينثيس الاكسجين والجلوكوز. حلو كده. يعني دايما اللي بيطلع من الفوتوسينثيس الاكسجين والجلوكوز. ماشي. بس لو قال لي اورجانيك كومباوند هختار الجلوكوز. هو قال لي كومباوندز فهختار الاكسجين، وبرده ممكن اختار الجلوكوز. يعني السؤال ده برده انا حليته في التقييم الاسبوعي الاول لما كان نازل. الاتنين صح يعني يستخدم كباي برودكت اوف فوتوسينثيس بروسيس. تمام. الاكسجين والجلوكوز الاتنين دول باي برودكت، يعني برودكت ناتج خرج. تمام. فالاتنين يمشوا الحال. طيب الشكل قدام حضرتك بيقول لك قول لي الاوبزيت فيجر بروسيس سيلر ريسبيريشن. الشكل ده بيوضح السيلر ريسبيريشن والفوتوسينثيس. قول لي ايه اللي بيحصل ريسبكتيفلي بالترتيب، ايه اللي بيحصل في كل واحده بالترتيب. طيب اول حاجه عشان برضو كده ايه نبقى فاهمين، ادي الجلوكوز والاكسجين. حلو الكلام. النبات خرج الجلوكوز والاكسجين بالفوتوسينثيس. اوبا راحوا داخل الانيمال سيل او الهيومن سيل، داخل حاجه اسمها ميتوكوندريا. طلع ووتر وكربون دايوكسيد والاي تي بي الطاقه. ده كلام ما فيهوش حاجه. طيب وبعد كده الووتر والكربون دايوكسيد النبات خدهم في وجود السلايت، عمل فوتوسينثيس فخرج جلوكوز واكسجين. الجلوكوز والاكسجين بعد كده راحوا للميتوكوندريا وهكذا. مين دايما اللي بيبدا؟ والله البلانت، بعد كده الانيمال، وبعد كده البلانت تاني. يعني السايكل دي بتبدا بالبلانت عن طريق خروج الجلوكوز والاكسجين، بعد كده الانيمال ياخدهم يطلع كربون دايوكسيد ووتر، بعد كده نبات تاني ياخدهم. هي دي السايكل. الفانجاي طبعا لا. بلانت وانيمال هي بلانت وانيمال بس ليها تكمله، بلانت انيمال بلانت. ده الترتيب، بلانت انيمال بلانت. ماشي. بلانت ثم انيمال ثم بلانت. بيقول لك سؤال رقم 15 which of the following activities، مين في الانشطه اللي هو هيقولها دي reduce the amount of energy available at the top of energy pyramid، قمه الهرم. تمام. ايه اللي بيقلل الطاقه في القمه دي؟ قال لك زياده الكربون دايوكسيد في الاير لا، انكريز الاكسجين لا، الاوفر فيشنج طبعا. اوفر فيشنج يعني صيد الاسماك الزياده. تمام. هيعمل لي مشكله فوق. ليه؟ ما انا عمال اصطاد اسماك فالمستويات اللي تحت عددها يبتدي يقل. تمام. فبالتالي هيحصل الانرجي افيلبل ات ذا توب اوف بيراميد هتتاثر بسبب هذه الانشطه اللي هي الاوفر فيشنج. لكن الكربون دايوكسيد في الاير مش هيأثر قوي، الاكسجين نفس الكلام مش هيأثر قوي. الاوفر فيشنج والاوفر هانتنج الحاجات اللي بقضي بيها دايركت على الكائنات الحيه هي دي اللي ممكن تأثر على الانرجي افيلبل. حلو الكلام. طيب ليه؟ انا دلوقتي مثلا يعني انا عندي سمكه اهي، السمكه دي متعوده تاكل هذه الاسماك، انا خلصتها فالسمك ده هيموت، فخلاص ده اللي فوق ده مش هيلاقي حاجه ياكلها وهيموت، فالطاقه اللي واصله له قليله، فالانرجي بيراميد كله خلاص الايكو سيستم باظ. سؤال رقم 16 بيقول لك which of the following statement is correct، مين في هذه الجمل صحيحه؟ الدينستي. الدينستي هل هي اكستنسيف بروبرتي؟ طبعا لا. الدينستي من الحاجات الانتنسيف، الحاجات الثابته الكاركترستيك. الماس اكستند بروبرتي.
بيقول لك بص دي كده الجزء صح، ها؟ بيقول لك because it doesn't depend on amount of matter. لا ده هو extensive عشان بيعتمد، مش لا يعتمد، بيعتمد على كميه الماتر. heat capacity intensive، لا الهيت كاباسيتي اكستنسيف. السبيسيفيك هيت انتنسيف طبعا طبعا، ومش بيعتمد على المطر. يبقى اختيار رقم ايه؟ اختيار رقم دي 17. في الكلوزد سيستم، في الكلوزد سيستم، في النظام المغلق، نظام مغلق. يعني ايه نظام مغلق؟ يعني اللي تشينج حصل في التمبريتشر او في الهيت او في الانرجي، بس نو تشينج في الماتر، not change in matter. ماشي الكلام؟ طيب بص بقى، بشرب بس بق من القهوة عشان نفوق كده الأسئلة الجامدة دي. طيب بيقول لك extend for system such as mass. يعني ركز كده واحدة واحدة. closed system over time there may be change in some properties. يعني في السيستم ده في properties، في خصائص هتتغير. انا عندي نوعين من الخصائص، لا اما extensive لا اما انتنسيف. ده نوعين من ايه؟ ده نوعين من الخصائص. حلو كده. طيب قال لك extend for system such as mass. الماس ممكن يحصل فيه تغير؟ لا لا. ليه؟ ماس يعني ماتر، وده كلوز سيستم مفيش تشينج في الماتر. قشطه، برافو عليك. طيب انتنسيف such as temperature، ممكن يحصل تغير في التمبريتشر ما بين السيستم والسراوندنج في الكلوز سيستم. طبعا ما بيحصل اكستشينج في التمبريتشر، يبقى دي صح. طب تعالى independent on amount of matter زي الفوليوم. اول حاجه الفوليوم ده extensive، يبقى مش independent on amount of matter، dependent، يبقى دي غلط. لو بدل in دي لو شالها بدل in بقى dependent هتبقى صح. dependent on the amount of matter such as specific heat. هو عاكس بقى، هو عاكس. لو جاب السبيسيفيك هيت مكان الفوليوم وجاب الفوليوم مكان السبيسيفيك هيت الإجابة تبقى صح. يبقى اختيار رقم بي. يا سلام يا ولاد، يا سلام يا ولاد. طيب بيقول لك يا باشا لو عندي شوية مية، المية دي خدت 10، لا خدت 100 من 100 كيلو جول من الحرارة في سيلد كونتينر. اوبا التتا اوبا النانا، سيلد كونتينر يعني كلوزد سيستم. يا ولاد يا ولاد، كلوز سيستم. كلوز سيستم. قال لك عايز اعرف التشينج في الانترنال انرجي. مش الميه خدت 100 كيلو جول، يبقى التغير هيبقى تغير بمثابه ال 100 كيلو جول. 200 لا، 50 لا. مديني كيلو كالوري. طب اسال بقى سؤال، معلش كده سؤال ايه، سؤال كده يعني ايه من باب العلم بالشيء يعني. هو انا ممكن هو انا ممكن احول من كيلو جول لكيلو كالوري؟ اول حاجه كيلو كيلو فكك منها، ما هو كده كيلو وكده كيلو، فاليونتس دي مش هتتغير. طب هل ممكن احول من جول لكالوري؟ يحيى قال لي لو من كالوري لجول بضرب في 4.18. طب يبقى لو العكس، لو من جول لكالوري هقسم على 4.18. عارف هعمل ايه؟ هقوم جاي ماسك الرقم ده اهو، الرقم ده اللي هو المية ده، هعمله divided 4.18. عارف هيطلع عندي كام كيلو كالوري؟ هيطلع عندي اختيار رقم ايه. طبعا حد يقول لي هو انا ليه ما حولتش من كيلو يا ابني؟ ما هو كيلو كيلو، هحول ليه من كيلو لكيلو؟ ما هي ما هي مش محتاجه تحويل، مش محتاجه حاجه. سؤال رقم 19. ماله سؤال رقم 19؟ بيقول لك الاندوثيرميك رياكشن. في الاندوثيرميك، ماشي، في الاندوثيرميك رياكشن ده تفاعل مص للحراره. يعني تفاعل السيستم بيمتص حراره، فالحراره بتتنقل من السراوندنج للسيستم. قال لك الهيت از ترانسفيرد تو سيستم، الحراره اتنقلت للسيستم من السراوندنج. صح، خلاص انا مش محتاج اقرا الباقي، شكرا. يلا الاكزوثيرميك رياكشن. الاكزوثيرميك رياكشن ده تفاعل طارد للحراره، بتبقى الدلتا اتش اللي هو الاتش بي
ماينس الاتش ار بالنيجاتيف. برافو عليك. قال لك سبستراكتنج يعني عامل ماينس الاتش بي، ايوه، والاتش ار، ايوه، هيطلع عندي الدلتا اتش اقل من الزيرو، ايوه، يبقى اختيار رقم ايه. مش محتاج اكمل. قال لك سبستراكتنج اعمل ماينس الاتش بي ماينس الاتش ار يطلع اكتر من الزيرو، لا، لو اكتر من الزيرو يبقى اندو مش اكزو. سبتراكتنج الاتش بي ماينس الاتش ار يطلع زيرو، برضو لا، ودي طبعا لا. طيب تعالى هنا. السؤال ده حلو قوي بقى. بص يا ولاد، بص يا حبايبي، بص يا حبايبي، هي كل حاجه بالعقل كده وبالمنطق هتلاقيها ماشيه معاك زي يعني اقول زي الحلاوه، زي الجمال، زي العسل. ده هيدروجين فلورايد، يعني هيدروجينه ماسكه في فلورايد. حلو كده. طيب الهيدروجين اللي ماسكه في الفلورايد دي قصتها ايه، حدوتتها ايه؟ والله ماسكين مع بعض ببوند، خرج الاتش خرجت لوحدها والاف خرجت لوحدها، يبقى اكيد الرابطه دي اتكسرت. طب الرابطه دي عشان تتكسر انا دخلت لها حراره، انا دخلت لها هيت، فالرابطه دي حصل لها بريكنج، الرابطه دي اتكسرت، اتكسرت خالص. تمام. طب عشان الرابطه دي تتكسر ايه اللي هيحصل؟ والله يا يحيى الرابطه دي عشان احنا نكسرها هيبقى التفاعل ده اندو سيرميك. ابزورب، يعني كلمه ابزورب امتص ايه؟ امتص حراره، ابزورب هيت. بس كده. يبقى يبقى اول حاجه هو بريكنج، فورمنج لا، بريكنج اكزو لا. طيب هل هو بريكنج؟ بريكنج اندو، صح، يبقى سي صح. طب هل هو فورمنج؟ لا اصلا. بص عايز اقول لك حاجه. فورمنج فورمنج دايما اكزو، بريكنج دايما اندو. يعني ده ابص عليه كويس وده ابص عليه كويس، الكلام التاني ده هبل، هبل في الجبل بقى. ها، بريكنج اكزو ازاي؟ فورمنج اندو ازاي؟ لا طبعا. ده جزء من المعادله دي، مش دي مش معادله كامله، لا، هو جايب لك الاتش اف، بيقول لك ممكن اعرف ايه اللي حصل. والله الاتش اف اتكسرت، وعشان تتكسر دخلت لها حراره فاتكسرت. يا سلام. طيب سؤال رقم 22 يا حبيبي. بيقول لك ايه بقى في سؤال رقم 22؟ بيقول لك ممكن تقول لي الثيرمال تشينج associated with any chemical reaction. الثيرمال تشينج يعني التغير الحراري اللي حصل او اللي بيحصل مع اي تفاعل كيميائي بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الروابط اللي انا بكسرها في الرياكتنت. ما هو بص، طالما قال لي رياكشن يبقى انا عندي رياكتنت قبل السهم، برودكت بعد السهم. هنا تكسير، هنا تكوين، هنا عشان اكسر همتص، هنا عشان اكون هبتدي ان انا اخرج. يبقى اي ثيرمال تشينج، اي تغير حراري يصاحبه في اي تفاعل كيميائي بيبقى دايما التغيير الحراري ده، الكيميكال تشينج، بيبقى معاها دايما ثيرمال تشينج، او الكيميكال رياكشن التفاعلات الكيميائيه معاها ثيرمال تشينج. ليه؟ قال لك الهيت كونتنت اوف رياكتنت ماينس الهيت كونتنت بتاع البرودكت، لا طبعا. التوتال بوند انرجي اوف رياكتنت ماينس التوتال بوند انرجي بتاع البرودكت، لا طبعا. خد بالك الكيميكال رياكشن دايما معاها ثيرمال تشينج اللي هي الدلتا اتش بتاعه الرياكشن، بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الطاقه الابسورب بلس الطاقه الريليز، يعني الطاقه اللي خارجه والابسورب الطاقه اللي داخله، بعمل بينهم بلس، يبقى الابسورب بلس الريليز. والله لو طلع معايا الدلتا اتش بالنيجاتيف يبقى الكيميكال رياكشن ده اكزو، لو طلع بالبوزيتيف يبقى الكيميكال رياكشن ده اندو. يبقى اختيار رقم دي توتال بوند اوف رياكتنت بلس توتال بوند اوف برودكت، مجموع الروابط اللي انا هكسرها في الرياكتنت فالطاقه ابزورب بلس مجموع البوند اللي انا هكونها في البرودكت فالطاقه خارجه فتبقى اكزو، واعمل بينهم بلس. واتفقنا ان دايما الطاقه اللي خارجه دي بتبقى قيمتها بالنيجاتيف، عادي جدا. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 23. بيقول لك الهيت كونتنت varies from one substance to another due to ايه؟ ليه المحتوى الحراري، ليه الطاقة الداخلية بتختلف من مادة لمادة؟ بسبب عدد الاتومز مختلف، عدد البوند مختلف، نوع البوند مختلف. قال لك type and number of atom only، لا. type and number of bond only، لا، الاتنين مع بعض.
طب الكيميكال انرجي، الطاقة الكيميائية اللي متخزنة جوه الكومباوند بتختلف. the chemical energy stored in the mole from one compound to another، بسبب ان في طاقة متخزنة جوه كل مول بتختلف من مركب لمركب. خد بالك كلمة chemical energy stored يقصد بيها عدد الاتومز، يقصد بيها عدد البوند، يقصد بيها نوع الاتوم، يقصد بيها نوع البوند. فاختيار رقم سي هو مجموع الاتنين دول مع بعض. نوع وعدد الاتوم، نوع وعدد البوند، هما الاتنين دولت اللي بيخلوا الهيت كونتنت يختلف من مادة لمادة. type of intermolecular bonding strength from one compound to another، برضو دي صح، بس دي مع دي مع دي اختصارها الجملة اللي في النص دي اللي هي اختيار رقم سي. الكيميكال انرجي، الطاقة الكيميائية اللي متخزنة in the mole from one compound to another، بسبب الاختلاف في الطاقة الكيميائية اللي متخزنة من مادة لمادة. الطاقة الكيميائية دي تشمل عدد ونوع الاتوم، عدد ونوع البوند، قوة البوند. سؤال رقم 24 بيقول لك ايه؟ اللي change in the internal energy، التغير في الطاقة الداخلية، اللي هو الدلتا يو. حد فاكر كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن دلتا كيو ماينس دلتا دبليو. قال لك ده اللي change in temperature of the system only if the volume occupied by system is constant. لا طبعا، يعني بيقول لك ان الورك او الفوليوم بيبقى ثابت. لا طبعا، في تغير في الورك، في تغير في الهيت او التمبريتشر او الكيو. قال لك اللي change in work if no heat. لا طبعا. قال لك change in system temperature بلس اللي change in work. لا مش بلس، ده ماينس. بيقول لك بيقول لك is equal to 0، يساوي 0 if the temperature of system is constant. برضو دي غلط. طب ثانية واحدة كده، change in system temperature plus change in work ده هي ماينس مش change. مش بلس، هو اللي change in system temperature. تمام. ده هنا جايب لي معلش، هنا جايب لي except، هنا جايب لي except يعني عايز الغلط وانا بدور على الصح. عايز الغلط. طيب بص واحده واحده كده. هو القانون دلتا يو عباره عن دلتا كيو ماينس دلتا دبليو، صح كده؟ صح كده، الكلام زي الفل زي الفل. طيب بص بقى، انا كان عندي الانترنال انرجي ليها ثلاث احتمالات، ليها ثلاث احتمالات. لا اما الدلتا يو تبقى قد الكيو، لا اما الدلتا يو تبقى قد نيجاتيف دبليو، لا اما الكيو والدبليو يبقوا قد بعض وساعتها اليو هتبقى بزيرو. طيب قال لك اللي تشينج ان تمبريتشر في السيستم، يعني ممكن الدلتا يو تبقى قد الكيو وساعتها الورك بزيرو. دي صح، هو عايز الغلط. طيب بيقول لك اللي تشينج ان ورك دان، الاختلاف او التغير في الورك دان اونلي اف نو هيت. يعني بيقول لك ان الدلتا يو ممكن تبقى قد الكيو وساعتها الكيو بزيرو. دي برضو صح. اللي تشينج في السيستم بلس اللي تشينج في الورك، دي الوحيده اللي غلط، لان اصلا القانون بيبقى عباره عن دلتا كيو ماينس دلتا دبليو. هو عايز الاكسبت، فعشان كده هختار اختيار رقم سي. انا بس ما شفتش اكسبت. طيب السؤال اللي بعد كده، طبعا السؤال ده الاحتمالات دي، الاحتمالات التلاته دي كانوا التلاته بروسيس في الثيرمودايناميك اللي هم ادايابيتك والايزوثيرمال والايزوكوريك. طيب 25 بيقول لك السبيسيفيك بارت اوف ماتيريال to which to which the study is directed to، يعني الجزء اللي بيبقى فيه المادة، والجزء ده انا اللي بدرس فيه التفاعل اكزو ولا اندو او ده السيستم. يبقى دايما الجزء السبيسيفيك بارت، الجزء المعين اللي فيه المادة والتغيرات اللي بتحصل في المادة، ده السيستم. قشطة الكلام. طيب جميل. طيب سؤال رقم 26 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك بص يا باشا، الميه وهي جاز تختلف عن الميه وهي ليكويد. صح. في ايه بقى؟ في الانرجي ستورد ان اتوم؟ لا، ما هي الميه وهي جاز H2O عادي، وهي ليكويد برضو H2O عادي. طب في البايندنج انرجي بتوين اتوم؟ برضو لا، ما هي البايندنج انرجي يعني نوع البوند، ما هي البوند هي.
طب الانرجي ستورد ان موليكيول، لا برضو. هل تختلف في الاتراكشن فورس؟ اه طبعا. اه طبعا. ليه؟ الميه وهي جاز الموليكيولز بعيده عن بعض قوي، بعيده عن بعض قوي في سبيسز كبيره. الميه وهي ليكويد لا، قريبه من بعض، السبيسز ضيقه جدا بينهم وبين بعض، لازقين في بعض، قريبين من بعض بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، يبقى اختيار رقم ايه؟ اختيار رقم دي. طيب بيقول لك لو الهيت كونتنت بتاعت الرياكتنت قد كده، يبقى ده الاتش ار. والهيت كونتنت بتاع البرودكت قد كده، يبقى ده الاتش بي. انا اقدر احسب الدلتا اتش ازاي؟ والله الدلتا اتش عباره عن اتش بي ماينس اتش ار. فهعمل الرقم ده ماينس الرقم ده، فيطلع عندي بوزيتيف 470 كيلو جول. يبقى اختيار رقم ايه؟ بيقول لك part of system، جزء من السيستم، surround system and exchange energy، طبعا ده surrounding. طب جميل. الهيت كونتنت اوف ووتر، يعني الهيت كونتنت الحراره اللي جوه الميه، هي كميه الحراره المتخزنه في كام جرام؟ والله الميه عباره عن ايه؟ الميه عباره عن H2O اهي، H2O. هو مديك وحده الاتش بكام، ومديك الاوهيه بكام. انا عندي كام؟ اتش 2، الواحده ب 1، يبقى 2 ملتبلاي 1 بلس الاوهيه بكام؟ ب 16. اجمع كده 18، يبقى 18. يبقى اختيار رقم بي. طب جميل. بص كده السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك وين السيستم، وين الصوديوم كلورايد، لما الصوديوم كلورايد dissolved in water، يعني لما الصوديوم كلورايد يدوب في الميه، قشطه، التمبريتشر بتاعت السوليوشن قليله. التمبريتشر قليله، فبالتالي ركز كده، لو انا عندي مثلا كوبايه بالشكل ده فيها محلول ملح اللي هو الصوديوم كلورايد ده، والصوديوم كلورايد درجه الحراره بتاعته قليله، فبالتالي السراوندنج هيديله حراره. ليه؟ ده معناه ان التمبريتشر بتاعت السراوندنج اعلى، واتفقنا ان الهاي يدي ايه؟ يدي اللو. حلو. طب لما التمبريتشر تتحرك من السراوندنج للسيستم، فساعتها اكزو ولا اندو؟ اكيد 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 وانا مغمض اندو، والدلتا اتش بالبوزيتيف. بس كده. يبقى الصوديوم كلورايد في الميه دابوا مع بعض، لقيت السيستم حرارته قليله، يبقى السراوندنج حرارته اعلى، يبقى السراوندنج هيدي للسيستم. شكرا. part of system، جزء من السيستم that separate system from environment، يعني جزء من السيستم بيحمي السيستم من المنطقه، من الانفايرمنت بتاعته. طبعا هو السؤال ده بس يعني مش مفهوم قوي، يعني جزء من السيستم بيفصل السيستم عن الانفايرمنت، يعني بيفصل السيستم عن السراوندنج، يبقى الباوندري المفروض، يعني الباوندري اوف سيستم. اوكي، قال لك each of the following properties of water constant، يعني كل الحاجات دي constant ثابته ما بتتغيرش مهما الماس اتغيرت، ايا كان الماس كبير قليل اكسبت ما عدا يبقى يقصد ان البروبرتيز الثابته يقصد بيها الحاجات الانتنسيف، يبقى انا هدور على حاجه اكستنسيف عشان قال لي اكسبت، يبقى الانترنال انرجي. ليه؟ ده ثابت مهما الماس اختلف، ده ثابت مهما الماس اختلف، ده ثابت مهما الماس اختلف، الانترنال انرجي بس. اوكي، في الثيرمال ديكومبوزيشن، ثيرمال ديكومبوزيشن يعني تكسير حراري. انا عندي ماده اسمها الكالسيوم كربونات، الكالسيوم كربونات دي احط عليها حراره، فالكالسيوم كربونات تمتص هذه الحراره. طب وبعد كده يبتدي يتكسر، الكالسيوم اوكسايد يتكسر، والكربون دايوكسيد يخرج لوحده. اول ما اشوف كلمه على طول كده، اول ما اشوف كلمه ثيرمال ديكومبوزيشن، يعني ده تفاعل مص للحراره، تفاعل مص للحراره بيمتص حراره. ولما التفاعل يمتص حراره، ايه اللي بيحصل؟ الحراره بتتنقل من السراوندنج للسيستم، وبتبقى الدلتا اتش بالبوزيتيف، يعني اختيار رقم ايه؟ طيب بيقول لك which chemical element is found، مين في الكيميكال element ديت موجود في كل الاورجانيك كومباوند، فاتس، كربون،
فاتس، كربوهيدرات، بروتين، نيوكليك اسيد، طبعا الكربون. طيب which of the following processes can occur in limestone rock that return carbon from lithosphere to atmosphere. lithosphere ده اللي هو الغلاف الصخري للاتموسفير. طبعا الكيميكال ويزرنج اللي هو التعرية والتجوية، من الاخر عملية تكسير الصخور، فالصخور تتفتت فتتحلل، فاللايم ستون الكربون اللي جوه اللايم ستون يبتدي يخرج فيكلبش فيه اكسجين فيعمل كربون دايوكسيد، فيبتدي ان هو كربون دايوكسيد يطير في الجو. يبقى عمليه التجويه والتعريه اللي احنا اتكلمنا عنها الترم اللي فات. ايروبيك ديكومبوزيشن، لا، ايروبيك ديكومبوزيشن يعني عمليه تحليل وتكسير عن طريق البكتيريا اسمها ايروبيك. ميكانيكال ويذرنج برضو لا. بلانت ريسبيريشن لا، انا بتكلم على الكيميكال ويزرنج. كيميكال ويزرنج يعني تعريه تجويه عن طريق مواد كيميائيه اتفاعلت مع الصخور فخدت الكربون مع الاكسجين فطلع في صوره كربون دايوكسيد، يبقى حاجه كيميائيه. لكن حاجه ميكانيكال لا. ميكانيكال دي لو انت فاكر كانت حركه الميه، كانت حركه الميه وحركه الرياح. سؤال رقم 36 بيقول لك ايه؟ بيقول لك which of the following process consume carbon dioxide in atmosphere. ايه الحاجة اللي بتاخد الكربون دايوكسيد من الاتموسفير؟ طبعا الفوتوسينثيس بروسيس، طبعا يعني طبعا. طيب السؤال اللي قدام حضرتك مديك نيتروجين. النيتروجين ده في بكتيريا حولته لامونيا، يبقى ده خد بالك نيتروجين جاز، نيتروجين جاز في الجو، في حاجه حولته لامونيا، ده كده اسمها نيتروجين فيكسنج ايه؟ نيتروجين فيكسنج بكتيريا. يبقى ايه دي؟ نيتروجين فيكسنج بكتيريا. يبقى ايه وسي غلط. طيب والامونيا اتحولت لنيتريت، ده كده دي البكتيريا اللي اسمها نيتريفاينج بكتيريا. يبقى اختيار رقم ايه؟ اختيار رقم دي. طيب سؤال رقم 38 بيقول لك المارين انفايرمنت، البيئة البحرية. اللايم ستون روك بيبتدي يحصل فيه كيميكال ويزرنج وجزء من الكربون بيرجع تاني الاتموسفير في صورة ايه؟ كربون دايوكسيد. لسه مجاوبينه. الصخور يا جماعة بيبتدي يحصل فيها شوية تكسير كيميائي وتدخل شوية مواد كيميائية تاخد الكربون اللي جوه اللايم ستون يقفش في الاكسجين، اوبا يطلع كربون دايوكسيد. during الكربون سايكل. during ايه؟ الكربون سايكل. البلانت نقط كربون from atmosphere while animal نقط كربون into atmosphere. البلانت بياخد الكربون من الاتموسفير يبقى ديكريز، بلانت ديكريز كربون من الاتموسفير. البلانت بيقلل الكربون اللي في الجو، والحيوان بيزود الكربون يروح للجو يبقى ديكريز انكريز. ما هو النبات بيعمل فوتوسينثيس فبياخد الكربون، والانيمال بيبتدي يعمل ريسبيريشن فبيزود الكربون. ماشي. طيب قال لك once، سؤال رقم 40 once النيتروجين is fixed in bacteria. النيتروجين يتثبت بالبكتيريا فالنبات امتصه، والانيمال where it used to produce a بروتين. طبعا اول ما النبات ياخد الامونيا او النيتريت على طول يقدر يعمل البروتين. فبيقول لك اول ما النيتروجين البكتيريا تثبته، طب ما هي البكتيريا طالما ثبتته هتحوله الامونيا، وطالما بقى فيه امونيا النبات يمتصه والحيوان ياكل النبات اللي امتص الامونيا، فكله ياخد بروتين وكله يبقى مبسوط. سؤال رقم 41 بيقول لك which of the following element is not found in atmosphere. ايه اللي مش موجود في الاتموسفير؟ طبعا الفوسفورس عشان هو سوليد، عمرنا ما نلاقيه في الاتموسفير، مش جاز. الكربون ممكن نلاقيه في الاتموسفير عشان بيعمل كربون دايوكسيد. الاكسجين كده كده جاز، النيتروجين كده كده موجود جاز. طيب جميل. بيقول لك what are the main chemical reaction in the carbon and the nitrogen cycle. بص بقى، الكربون بيروح ويجي ما بين السيلر ريسبيريشن والفوتوسينثيس، والنيتروجين بيبقى في عمليه النيتريفيكيشن. تمام. يبقى اختيار رقم ايه؟ سيلر ريسبيريشن، فوتوسينثيس، نيتريفيكيشن. طب جميل. الامونيا اتحولت لنيترايت، دي كده اسمها نيتروسومنيوس بكتيريا. وبعد كده النيترايت اتحولت للنيتريت اسمها نيتروباكتر بكتيريا، صح؟ يبقى البكتيريا دي بكتيريا اكس اسمها ايه؟ اسمها نيترايت
بكتيريا ونيتريت بكتيريا، يبقى اختيار رقم سي. نيترايت ونيتريت اسمهم انا لسه قايله، نيتروسومنياس دي اكس، نيتروباكتر دي واي. سؤال رقم 44 بيقول لك الفوسفورس بيلعب دور مهم في تخزين ونقل الطاقة في صورة molecule through molecule of A ATP. How do neutrons keep ecosystem in balance؟ ازاي النيوترونز بتخلي الايكو سيستم بتاعنا متزن؟ قال لك زي كيب ووتر كواليتي، لا طبعا. النيوترونز ليس لها علاقة بجودة المية. زي affect temperature of water، بيأثر على درجة حرارة المية، لا طبعا. maintain growth of plant and the main source of food in food web، طبعا صح، هو اللي بيحافظ على نمو النبات ومصدر رئيسي للغذاء جوه الفود ويب. maintains the exchange of gas، لا طبعا ليس له علاقة بالجازس والكلام العبيط ده. how does physical process how does ازاي كيف الفيزيكال process such as precipitation والايفابوريشن affect النيوترونز؟ يعني ازاي الفيزيكال بروسيس زي precipitation سقوط الامطار والايفابوريشن بيأثروا على النيوترون سايكل. اول حاجه البريسيبيتيشن بتاخد النيوترونت من الجو ترجعها التربه، والايفابوريشن بيوزع النيوترونز اللي في الميه على الايكو سيستم. الميه بتتبخر فالنيوترونز بتبتدي تنتشر في الجو، فبتروح يحصل لها ديستريبيوشن بشكل كويس. طيب قال لك increase the availability of nutrients in soil and minimize the loss of nutrient in air، ولا lead to transfer of nutrients from soil to water bodies، ولا decrease concentration of nutrients in soil and increase their accumulation in atmosphere، lead to accumulation of nutrients in soil and minimize their transport through water. طيب واحدة واحدة. أول حاجة precipitation increase availability of nutrient in soil، دي صح. minimize بيقلل اللوس اوف نيوترنت ان اير، بيقلل minimize the loss، بنقلل اللوس اوف نيوترنت تو ذا اير. الجمله دي فيها حاجه مش مظبوطه. minimize the loss يعني بنقلل، minimize the loss بنقلل الخساره بتاعه النيوترنت اللي في الاير. لا، ما هو الايفابوريشن بيزود النيوترنت في الاير، يبقى دي غلط. lead to transfer nutrients from soil to water bodies. الايفابوريشن هو بيبخر النيوترنت اللي في السويل واللي في الووتر بوديز للاتموسفير، دي غلط. decrease the concentration of nutrients in soil بيقلل تركيز النيوترنت في السويل وبيزود الاكيوميليشن in atmosphere. الجزء الثاني صح، الاول غلط. lead to accumulation of nutrient in soil، النيوترنس بتجمع في السويل نتيجة البريسيبيتيشن. minimize their transport through water، minimize يعني بنقلل الانتقال بتاع النيوترونز في الميه، نتيجه الايفابوريشن الانتقال بيبقى في الاتموسفير. يبقى اختيار دي هو الصح. بس اي كلام تاني في المشمش بقى، اي كلام تاني ليس له علاقه بارض الواقع. تمام. ماشي. سؤال رقم 47 بيقول لك النيتروجين هو الميجر كومبوننت اوف، طبعا النيتروجين مكون رئيسي للامينو اسيد اللي بيدخل في تكوين البروتين. اللايمستون والدولومايت، اللايمستون والدولومايت الاتنين دولت فيهم ايه؟ طيب اول حاجة اللايمستون هو عبارة عن كالسيوم كربونات، والدولومايت كالسيوم مغنيسيوم كربونات. طب هما كده مشتركين في ايه؟ في الكربون والكالسيوم والاكسجين، كربون كالسيوم اكسجين بس. هنا في المغنيسيوم في الدولومايت بس مش موجود في اللايمستون، فشكرا. الدروت، الجفاف، الجفاف ده معناه ان الميه ليك اوف ووتر ان انفايرمنت، ان الميه في البيئه قليله، وده نيجاتيف، ليه تاثير نيجاتيف على النيوترنت، بس ليه تاثير بوزيتيف على مين؟ على الفوسفورس، ليه تاثير ايجابي على الفوسفورس. سؤال رقم 50 بيقول لك وات از ذا مين كيميكال رياكشن، وات از ذا مين كيميكال رياكشن في الكربون والنيتروجين، لسه قايلين
cellular respiration, photosynthesis, nitrification. خد بالك كلمة nitrification هو عملية تحويل الأمونيا، عملية تحويل الأمونيا لنيتريت، ثم تحويل النيتريت لبروتين. دي اسمها نيتريفيكيشن، عملية تحويل الأمونيا لنيتريت ثم تحويل النيتريت لبروتين. حبيب قلبي، البلانت بيمتص الأمونيا والنيتريت عشان يعمل ايه؟ بروتين. سهلة دي، سهلة دي، مش محتاجة حاجة دي. الكربون بيتنقل من اللايمستون للأتموسفير عن طريق الكيميكال ويزرنج. السؤال ده حليناه قبل كده. طيب بيقول لك عايز اعرف ايه الكيميكال رياكشن اللي بتحصل في الفوتوسينثيز. الكيميكال رياكشن هو تحويل الكربون دايوكسيد لاكسجين، بس كده. عمليه تحويل الكربون دايوكسيد لاكسجين. ماشي. طيب تعالى معايا على سؤال رقم 54. بيقول لك عشان اصنع البروتين البلانت بيمتص any or both of the following. بيمتص ايه من الحاجات دي؟ والله عشان يعمل بروتين لا اما يمتص ال NH3 لسه قايلينها، لا اما يمتص ال NH3 هي فين، لا اما يمتص النيتريت. مين موجود؟ الامونيا، الامونيا والنيتريت، يبقى اختيار رقم دي. سؤال رقم 55. طيب which of the following nutrients، مين في النيوترينز دي is needed، بنحتاجها بكميات كبيرة by plant to produce energy carrying compound. مين من النيوترينز دي احنا بنحتاجها بكميات كبيرة by the plant to produce energy carrying compound؟ طبعا الفوسفورس. الفوسفورس هو اللي بنحتاجه بكميات كبيرة جدا عشان يدخل في مركب اسمه ATP. طيب تعالى كده يا باشا سؤال رقم 56. بيقول لك النيترايت بكتيريا، نيترايت بكتيريا بتحول امونيا لايه؟ من اسمها نيترايت بكتيريا يبقى تحولها لنيترايت. طب نيتريت بكتيريا هتحول ايه؟ بص ادي الامونيا، البكتيريا اللي اسمها النيترايت بكتيريا بتحولها لنيترايت، وبعد كده تيجي بكتيريا تحول النيترايت الى نيتريت. هنا بكتيريا اسمها سومنياس، هنا بكتر نيتروسومنياس، هنا نيتروبكتر. بيسألني على النيتريت بكتيريا هتحول النيترايت الى نيتريت طبعا. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 50. سؤال رقم دقيقة واحدة. سؤال رقم كام؟ سؤال رقم 58. بيقول لك لما النيتريت اللي في التربة او الامونيا اللي في التربة تتحول لنيتروجين جاز، دي كده بكتيريا اسمها دي نيتريفاينج بكتيريا، اللي هي الريفيرس اكشن، العملية المعاكسة. طيب 59 بيقول لك all of the following، كل دولت are non renewable ما عدا الجيوثيرمال. الجيوثيرمال اللي هي الحركة الحرارية الأرضية. احنا قلنا التربة أحيانا بتاخد حرارة من الأتموسفير وأحيانا الأتموسفير بيدي التربة حرارة، ده اسمه جيوثيرمال. طيب الشكل قدام حضرتك ده السد العالي. السد العالي بيبقى فيه مية، المية دي مخزنة طاقة عشان راقدة، قبة تتحرك، ده كده عملت كاينيتيك انرجي. قبة بعد كده التوربينز اللي هي طواحين الرياح او الطواحين تبتدي تاخد الميه دي وتبتدي تحول الطاقه الحركيه بتاعتها الى حركه كهربائيه عن طريق الجنريتور اللي هو الدينامو ياخد حركه الميه يحولها لكهرباء. يبقى انا كنت بادئ بايه؟ كنت بادئ ببوتنشال، وبعد كده البوتنشال ده اتحول لكاينيتيك، بعد كده الدينامو حول لل كاينيتيك لالكتريك. اوعى خد بالك الدينامو ده اللي هو الجنريتور. طيب قال لك الناتشورال جاز ليه بقول عليه نون رينيوبل؟ ليه بقول عليه مصدر من مصادر الطاقه الغير متجدده؟ قال لك عشان هو بيتم استهلاكه بكميه كبيره اكتر من الوقت اللي هو بياخده عشان يتكون فيه. يعني هو بيتكون مثلا في 40 سنه مثلا 1000 لتر غاز طبيعي، احنا بنخلص ال1000 لتر اللي يتكون في 40 سنه في 10 سنين. فاهم؟ عشان كده هي طاقه غير متجدده، بيتم
it can as it can be consumed at higher rate، بنستهلكه بمعدل عالي جدا، of its regenerated، بنستهلكه بمعدل عالي قوي 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 قوي، اكتر من المعدل اللي بيكون فيه. طيب تعالى هنا حاطين فحم، الفحم ده ولعنا فيه، ادي الفحم دخل ولعنا فيه، حاطين ميه، الميه تغلي تطلع ستيم، شرحناها دي. الستيم ده يبتدي يحرك التوربين فيتحول عندي الكاينيتيك انرجي، الكاينيتيك انرجي بتاعه التوربين وحركه البخار تروح على الجنريتور اللي هو الدينامو، يحول الكاينيتيك انرجي لالكتريك انرجي. انا كنت بادئ ايه؟ كنت بادئ كيميكال اللي هو الفحم، بعد كده اتحرق اتحول لسيرمال، بعد كده طلع بخار حرك التوربين كاينيتيك، بعد كده الكاينيتيك دخلت على الدينامو حولته لالكتريك. يبقى كيميكال، ثيرمال، كاينيتيك، الكتريك، اللي هو اختيار رقم ايه. جميل، رائع، هايل. سؤال رقم 63 بيقول لك what is the process in which solar energy is converted into chemical energy in plant. الطاقة الشمسية بتتحول لطاقة كيميائية في النبات عن طريق عملية اسمها ايه؟ photosynthesis process. طيب اول حاجة ده شكل الفوتوسينثيس بروسيس ايكويشن، 6 كربون دايوكسيد، 6 مية، الشمس، جلوكوز، اكسجين. بس هل دي سيلر ريسبيريشن؟ لا، يبقى اختيار رقم دي عشان دي الايكويشن وادي الفوتوسينثيس. طيب سؤال رقم 64 بيقول لك is primarily composed of كربون، بيكون حاجه بتتكون من كربون ونشأت من نباتات واشجار ماتت واتحللت تحت الارض لملايين السنين. طبعا ده الكول اللي هو الفحم. طيب mixture of hydrocarbon، خليط من الهيدروكربون، خليط من ايه؟ من الهيدروكربون. حلو. جاي من المارين اورجانيزم والسي بلانت اللي اندفنت لملايين السنين تحت الارض واتحللت نتيجة الهاي بريشر والهاي تمبريتشر. ده البترول، ده البترول. طيب سؤال رقم 66 حاجة بنلاقيها عايمة على البترول تحت الارض او ما بين الفحم والمعادن. طبعا ده الناتشورال جاز. حاجة من الناتشورال جاز نسبتها بتتراوح من 70 ل 98%. طبعا ده الميثان. قشطة. قال لك موليكيولز بتتكون، ركز بقى كده، موليكيولز هي المصدر الرئيسي للطاقة داخل الكائنات الحية وخلايا الكائنات الحية. طالما قال لي مصدر للطاقة يبقى الاي تي بي على طول، والاي تي بي دي داخل في تكوينها الفوسفورس، ادينوزين ترايفوسفيت. طيب قال لك في كده بروسيس الجلوكوز بيتحرق بالاكسجين وبيطلع طاقه اسمها اي تي بي وكربون دايوكسيد ووتر. طبعا دي السيلر ريسبيريشن اللي بتحصل جوه حاجه اسمها الميتوكوندريا. سؤال رقم 70 بيقول لك the efficiency of energy transfer. ركز كده، efficiency of energy transfer between two levels in food chain، يعني الطاقه اللي بتتنقل ما بين مستويين غذائيين، زي مثلا الاعشاب والارنب او الارنب والتعبان مثلا. قال لك قد ايه بيتنقل وقد ايه بيلوست. طبعا بيتنقل 10 وبيلوست 90. يبقى اختيار رقم ايه؟ اختيار رقم سي. قال لك كل ستيب في الفود تشين او في الفود ويب بنسميها ايه؟ بنسميها تروفيك ليفل، بسميها تروفيك ليفل. اورجانيزمز بتقدر تعمل اكلها بنفسها، ودايما بتبقى اول كائن حي في السلسله الغذائيه. طبعا الاوتوتروفيك او البروديوسر او النبات. طيب سؤال رقم 73 organism which rely on other organism for food، كائنات بتعتمد على غذائها على كائنات تانية ودايما بتيجي بعد الفيرست ليفل. طبعا ده الهيتيروتروفيك، والهيتيروتروفيك بيتقسم لنوعين، بيتقسم لا اما لبرايمري كونسيومر او سكندري كونسيومر او تيرشري كونسيومر. طيب الايزوثيرمال، الايزوثيرمال دي اللي هي بعد الادايابيتك بتبقى الكيو والورك بيبقوا قد بعض، عشان كده الدلتا يو بزيرو. قشطه. بيقول لك الايزوثيرمال ايه اللي بيبقى بزيرو؟ الدلتا يو اللي هو اللي تشينج في الانترنال انرجي، الدلتا يو هي اللي بزيرو
عشان كده الكيو والدبليو قد بعض. الاديابيتك، الاديابيتك بيحصل لما لما السيستم يكون ايه، لما السيستم تكون الكيو بتاعته بزيرو، نو تمبريتشر، مفيش اي تمبريتشر. قال لك لما يبقى constant in temperature ولا constant in volume ولا constant in pressure ولا thermally isolated. طبعا thermally isolated. يعني كلمة thermally isolated يعني no temperature exchange، مفيش حرارة بتتنقل ما بين السيستم والسراوندنج. كلمة constant in temperature يعني درجة حرارته ثابتة، هي مش ثابتة، هو نو اكستشينج ان هيت، ما حصلش تبادل في الهيت. ودايما طالما ما فيش تبادل حصل في الحراره في الاديابيتك، ده معناه ان السيستم بتاعي معزول بالكامل، معزول بالكامل. طيب بيقول لك في الايزوليتد، في الايزوليتد سيستم what can be exchanged with surrounding neither matter nor energy. يعني ولا energy ولا matter ولا اي حاجه، كل دول extensive، كل دول بيتاثروا بال amount او ال quantity of matter ما عدا طبعا التمبريتشر، ما عدا التمبريتشر. طيب بيقول لك سؤال رقم 78 what is the main gas produced when fossil fuel are burned. لما الوقود يتحرق ايه الغاز اللي هيطلع؟ دايما كربون دايوكسيد. يا سلام. سؤال رقم 79 بيقول لك which of the following compound is produced، which of the following compound is produced when fossil fuel are burned and contribute to formation of acidic rain. طبعا الوقود اللي بيتحرق وبيطلع وبيعمل acidic rain لا اما ال NO لا اما ال SO. الميثان لا، كربون مونوكسيد لا، السلفر دايوكسيد اه. الالومنيوم بنستخلصه عن طريق ان احنا بنكهرب البوكسايت. يا سلام، اه والله بنكهرب البوكسايت، بنكهربه. البوكسايت ده عباره عن ايه؟ ألمونيوم أوكسايد. بنكهربه بس بنحطه في حاجة اسمها كريولايت. الايرن لما بنيجي نستخلصه بنستخلصه من اور، من حجر خام اسمه حجر الهيماتايت. طيب قال لك which method، انهي ميثود بنستخدمها عشان نستخلص الألمونيوم من البوكسايت؟ ما لسه قايلين الالكترولايسيس، الالكترولايسيس التكسير الكهربائي. طيب ليه بنستخدم الكيميكال اناليسيس بيفور مايننج؟ يعني ليه بنحلل كيميائيا الاحجار قبل ما نعمل مايننج؟ عشان نشوف الاثيتيك فاليو اوف مينرال، نشوف قيمة المينرال، ولا نشوف الاسس اوف فيزابيليتي اوف مايننج، ولا تو بريدكت ويذر باترن، ولا تو ايفالويت سويل هيلث. طبعا دي لا ودي لا. طبعا عشان احدد الفيزابيليتي اوف مايننج، عشان احدد مدى الخسارة ومدى الربح اللي انا هحصل عليه لما اعمل هذه العمليه. لان الكيميكال اناليسيس ده بيعرفني على حاجتين: التايب والكوانتيتي اوف الميتال، يعني بيحدد لي نوع الميتال وكميه الميتال ده قد ايه، فبيحدد لي الربح، بيحدد لي الربح اللي انا اقدر اخده من هذه العمليه. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك what is the importance، what is important to monitor disposal sites. يعني ايه اهمية ان احنا نراجع الاماكن الديسبوزل يعني هنتخلص منها من الكيميكال ويست. يعني في كده سايتس، في مواقع بنتخلص منها من الكيميكال ويست، لازم نعمل لها مونيتور يعني نراجعها ليه؟ عشان الاماكن دي لازم نتاكد ان هي مفيش تسريب لكل الكيميكال ويست اللي احنا بنحطها، او مش هتعمل كونتامينيشن، مش هتعمل عدوى وتلوث للاماكن المحيطه او المناطق المحيطه للسايتس دي. يبقى تو بريفنت ليكج، عشان نمنع الليكج تسريب الويست او الكونتامينيشن. تو انكريز ويست برودكشن، لا اكيد مش عشان نزود انتاجيه المخلفات. تو اكسباند لاند فيل كاباسيتي، مش عشان نوسع السعه بتاعه السايت. احنا بنقول مونيتور يعني مراجعه، بنراجع مش بنوسع المكان او كده. تو انشور ويست از ريوزد، ده مكان ديسبوزل
فقط ان احنا بنخزن فيه المخلفات، مش ان احنا نعمل ريوزد، مش بنعمل ريسايكلينج. طبعا يبقى تو بريفنت عشان نتاكد ان المكان ده مش بيسرب ومفيش فيه تلوث. طيب بيقول لك what is the primary goal، ايه الهدف الرئيسي of proper disposal of chemical waste، ايه الهدف الاولي الرئيسي المناسب في ان احنا نتخلص من الكيميكال ويست. طبعا عشان نحمي البيئه ونحمي صحه الانسان، protection of environment and human health. يبقى الهدف الرئيسي في ان احنا نتخلص من الكيميكال ويست هو لحمايه البيئه والحفاظ على البيئه وصحه الانسان. طيب 86 what is the first step، ايه الخطوه الاولى in the chemical waste disposal process، ايه هي الخطوه الاولى في الكيميكال ويست ديسبوز، في عمليه التخلص من الفضلات. اول حاجه عشان اتخلص من الفضلات لازم الاول اشوف الفضلات اللي عندي دي ايه، نوعها ايه، وابتدي اقسمها على حسب النوع عشان اعرف افصلها، لان في بعض الكيميكال ويستس لو حطيتها مع بعض تتفاعل مع بعض. يبقى اول حاجه classification and separation of waste according to type، اقسم وافصل الويست على حسب النوع، لان انا عندي توكسيك، عندي هازاردس، عندي فلامبل، عندي انواع ويستس كتيره. طيب سؤال رقم 87 بيقول لك which of the following method، الميثود is used to convert، الميثود اللي بحول بيها toxic chemical waste into less hazardous substance، الميثود اللي بحول بيها المواد الكيميائيه السامه لمواد اقل خطوره، اقل سميه، هي الكيميكال تريتمنت، ان انا اعالج الماده التوكسيك بطريقه كيميائيه فحولها لحاجه اقل خطوره، اقل ضرر. طيب why should sites used for final disposal of chemical waste be monitored over time، ليه لازم الاماكن اللي احنا هنتخلص فيها من المواد الكيميائيه والمخلفات الكيميائيه، ليه لازم ليه لازم اركز عليها بشكل كويس ولازم اراجعها بشكل كويس، طبعا عشان اتاكد ان مفيش ليكج او اي بولوشن. طيب سؤال رقم 89 قال لك what is the significant environment impact of mining، يعني التعدين ايه التأثير الواضح اللي التعدين بيعمله على البيئة. طبعا بيعمل soil erosion و habitat destruction، بيعمل تآكل وتهالك في التربة وتدمير لموطن الحيوان. increase soil humidity لا، increase biodiversity لا طبعا، improve air quality لا طبعا. المايست soil، التربة الرطبة عندها ability للحفاظ على الحرارة أعلى ولا أقل ولا تساوي التربة الجافة؟ طبعا جريتر، أعلى، أعلى طبعا. طيب تعالى كده على شوية أسئلة إيسي في اللذيذ في الجميل في الرايق. طيب بيقول لك الانرجي از نايذر كرييتد نور ديسترويد، ماشي يا عم. عايز اعرف الطاقة في الفود تشينج، الطاقة اللي بتفقد في الفود تشين بتفقد في كام صورة؟ طبعا بتفقد رقم واحد في الكاينيتيك انرجي، بتفقد رقم اتنين في الهيت انرجي او ثيرمال انرجي، بتفقد رقم تلاتة في صورة undigested food، فأكل غير مهضوم undigested food. ممكن تكتب الايكويشن بتاعة الفوتوسينثيس بروسيس عيني، يلا يا باشا. أول حاجة عشان نكتب المعادلة عندي 6 كربون دايوكسيد زائد 6 مية، وبعد كده في سولار انرجي في لايت، وبعد كده يطلع عندي سي 6 اتش 12 و6 زائد الاكسجين 6 اكسجين. بس كده كتبت المعادله بتاعت ايه؟ بتاعت الفوتوسينثيس بروسيس. طيب بيقول لك عايزك تكتب write two physical impact of mining operation in environment. طيب عايز اعرف حاجتين physical، تمام، physical impact تأثير حاجتين تو physical impact تأثيرين فيزيائيين من التعدين، من تشغيل التعدين على البيئة. والله رقم واحد بص بقى air pollution، تمام. الحاجة التانية pressure and erosion،
التآكل اللي بيحصل في التربة والضغط اللي بيتعمل على التربة والهواء اللي بيتلوث نتيجة التحفير والكلام الايه الكلام الفاضي ده. وطبعا بيبقى فيه تشينج اون ذا سويل، بيبقى فيه تأثير على التربة. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك اكتب لي المعادلة. بحب قوي الشغل ده بقى. قال لك الايرن اكستراكشن، استخلاص الحديد من الهيماتايت في البلاست فيرنس. قول لي اول حاجة الكربون، دور الكربون. اول حاجة الكربون بيتحط وبيتولع فيه في وجود الاكسجين، فبيطلع حاجة اسمها كربون دايوكسيد. قشطة الكلام. طيب بعد كده قول لي دور الكربون مونو اكسيد على الهيماتايت. والله سهل قوي. ادي الهيماتايت ال F2O3 في وجود الكربون مونوكسيد، هنا حط 3 عشان البالانس، يبتدي يطلع عندي الحديد لوحده وبعد كده يطلع عندي الكربون دايوكسيد. كلام حلو، كلام جميل قوي 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 قوي. طيب عايزين نعرف السلفر دايوكسيد بيساعد في تكوين الاسيديك رين. ممكن نكتب المعادلة. طبعا اكتب المعادلة. ادي السلفر ترايوكسيد وادي المية، فيتكون عندنا سلفريك اسيد H2SO4. بس كده. طبعا هذا الاسيد رين بيعمل حاجة اسمها كوروجن. بيعمل حاجة اسمها كوروجن اوف بيلدينج، تآكل المباني. طيب طبعا السلفر ترايوكسيد رياكت ويز رينز او رياكت ويز ووتر فورمينج سلفريك اسيد، بيبتدي يتكون السلفريك اسيد. طيب سؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفوسيل فيول بعتبرها نون رينيوبل. هقول كده بيكوز it takes million of year، بتاخد مليون of year to be regenerated، بتاخد ملايين السنين عشان to be regenerated and used up quickly، بيتم استخدامها بشكل سريع. النيوترونز act as nutrient to support life of organism explain. انا عندي مثلا الفوسفورس. الفوسفورس ده ممكن اقول help in development، بيساعد على development of root fruit leaves. وممكن اقول ان مثلا الفوسفورس برضو storing and transfer energy inside living cell. حاجات كتير يعني. طيب بقول لك عايز اعرف ايه المين كيميكال رياكشن، ايه الكيميكال رياكشن الرئيسيه اللي بتحصل للكربون والنيتروجين سايكل. والله الكربون بيحصل فيه حاجتين. رقم 1 فوتوسينثيس، 2 سيلر ريسبيريشن. ده كده الكربون. النيتروجين بتحصل حاجة اسمها نيتريفيكيشن ودي نيتريفيكيشن ونيتروجين فيكسيشن. تمام. يبقى اقدر اقول نيتريفيكيشن هي تحويل الامونيا لنيتريت، ودي نيتريفيكيشن العكس، دي نيتريفيكيشن، ونيتروجين فيكسيشن. اسفين بقى على الخط، بحاول اكتب بسرعه عشان الفيديو ما يبقاش طويل. طيب السؤال اللي جاي ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك give reason the heat content of water is different from table salt. هقول كده due to the difference of type and number of atom and bond، بسبب اختلاف عدد الاتوم والبوند من الووتر والان NaCl. فهمني الووتر عندها كام اتوم؟ 3. هنا في كام؟ 2. نوع البوند كوفيلنت، هنا ايونيك. قارن ما بين الادايابيتك والايزوكوريك. اللي هيجاوب السؤال ده صح في المقارنه، اللي هيجاوب السؤال ده صح هنختار من الكومنتس بتاعه اليوتيوب عشوائي. اللي هيجاوب صح هياخد 1000 جنيه ان شاء الله باذن الله. بمناسبه رمضان كده هياخد 1000 جنيه اللي هيجاوب السؤال ده في الكومنتس. ماشي كده نكون خلصنا كل الاسئله الجامده جدا 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 اللي ان شاء الله تشوفها في امتحان
فبراير، وان شاء الله تشوفها في امتحان اخر السنه. اشوفكم على خير حبايب قلبي. بص بص دي، بص دي، بص دي. Thank you very much. باي باي.